السلام عليكم. ولد اسباني قالب الدنيا وعامل ضجة كبيرة جدا في العالم كله، وكل الناس تقريبا بتتكلم عليه. ايه قصة الولد دون؟ هو بيحكي وبيقول ان هو جات له غيبوبة وكان في مستشفى، وبعد ما فاق من الغيبوبة اكتشف ان مفيش اي حد في المستشفى ومفيش اي حد في العالم عموما، وان هو الناجي الوحيد. طبعا خرج من المستشفى ودخل الشوارع، ملقاش اي حد، الشوارع كلها فاضية، المولات كلها فاضية، وكل الاماكن العامة اللي كانت بتبقى مزحومة جدا بالناس ما كانش فيها ولا بني ادم. بعدين اتفاجئ لما بيبص في الساعات اللي موجودة، سواء ساعته الشخصية او الساعات اللي موجودة في كل الاماكن العامة، ان هو مش في 2021، ده في 2027. بدأ يعمل حساب على السوشيال ميديا وخصوصا التيك توك، وسمى نفسه الناجي الوحيد، واستنجد بالناس ايا كانت الطريقة اللي بدأ ان هو يتواصل بيها مع الناس، كانت فجوة زمنية أو غيره. المهم إن هو بدأ يخش تحديات كبيرة مع كل المتابعين بتوعه اللي زادوا بشكل كبير جدا على الصفحة بتاعته على التيك توك، واللي بدأ يقنعهم إن هو موجود فعلا في 2027. طبعا الناس في بداية الأمر ما كانوش مصدقين، وافتكروا إن هو بيكذب عليهم وإن هو بيحور وإن الكلام ده كله كذب في كذب، وقعدوا يتريقوا عليه ويقولوا الكلام ده اتهرس 100 مرة في أفلام أجنبية ومسلسلات أجنبية كتير. لكن الولد بكل بساطة قال لهم لا، دي حقيقة. وابتدت تحصل تحديات كبيرة جدا بين الولد دون وكل المتابعين اللي كانوا بيشككوا في كلامه. وبدأت التحديات ان هم بدأوا يطلبوا منه يروح في اماكن مشهورة قوي، ومن الاماكن العامة اللي من المستحيل ان هي تفضى من الناس ولو دقيقة واحدة بس. وبالفعل راح هناك في الاماكن اللي هم اختاروها، وكبدأ يصور هناك، وبالفعل كانت الأماكن فاضية تماما، مفيش حتى ولا حيوان ولا طائر. طلبوا منه يروح سوق، وبالفعل راح السوق اللي عمره ما فضي خالص من الناس وكان طول عمره زحمة، وبالفعل بدأ يصور فيه وما كانش فيه أي بني آدم. بدأت الناس تفكر بعقلها شوية ويبعدوا عن الخيال، وقالوا له أنت أكيد عامل برنامج، أو أنت راجل محترف في المونتاج وعامل الشغل ده كله على الكمبيوتر أو جرافيك، عشان احنا مش مصدقين برضو اللي انت بتتكلم فيه. قام الراجل رد عليهم بفيديو تاني بكل بساطة، وهو ماشي بيصور، فصور نفسه في المراية وظهر انعكاسه في المراية عشان يثبت للناس ان هو مش برنامج مونتاج ولا برنامج على الكمبيوتر شال بيه الاشخاص الموجودين، ولا هو فيديو فيك ولا مفبرك. وبرضه في انعكاس المراية ما كانش فيه ولا بني ادم ظاهر. والادهى من كده ان ناس خبراء وكبار جدا في مجال المونتاج قالوا ان الفيديو ده حقيقي ومش متفبرك. الناس طبعا ابتدت تتجنن ومبقوش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط، فبدأوا ان هم يزودوا عليه التحديات بشكل اكبر. فبدأوا في الطلبات الصعبة ان هم طلبوا منه يدخل في اسم شرطة ويصور جوه الاسم نفسه. طبعا الاسم دون كان من القوانين بتاعته ان من المستحيل ان حد يرفع كاميرا او يرفع موبايل بيصور فيه داخل اسم الشرطة، ولكن الشاب ده دخل بالفعل اسم الشرطة بكل سهولة، مفيش اي حد وقفه، دخل جوه الاسم بالفعل، وكان التصوير فعلي من جوه، وكل الناس اللي عارفة الاسم من جوه قال لك ده فعلا الاسم من جوه، وصور وما كانش في حد بيمنعه ولا كان في حد اصلا موجود في الاسم، لدرجة انه صور الاماكن اللي بيتحبس فيها الناس جوه السجن دون. وطبعا الاماكن دي المفروض قانونيا ما تتصورش. طبعا بدأت التحديات تزيد اكتر من الاول، وطلبوا منه ان هو يخش القصر الملكي او قصر الرئاسة حاجة زي كده. وبالفعل الولد ما كدبش خبر، دخل القصر الملكي بكل تفاصيله اللي كانت جوه، وبدأ يصور المكان من جوه. طبعا المكان ده من المستحيل ان هو حد يدخله او يصور فيه، ومن المستحيل انه يكون فاضي بالشكل اللي في الفيديو ده. ابتدت التحديات تزيد اكتر، والناس مستغربة ومش عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط، ولا ايه الحكاية، ولا ايه السر. فبدأوا يطلبوا منه تحدي اكبر، ان هو يروح قناة تلفزيونية مشهورة جدا، وجابوا كتاب وحطوا الكتاب دون على مكتب جوه استوديو في القناة الفضائية دي، وطلبوا منه ان هو يروح وياخد الكتاب، وحطوا كاميرات مراقبة تراقب المكان. واصلا من الطبيعي ان الاستوديوهات مليانة كاميرات مراقبة. الغريب ان الكتاب اختفى بدون اي سابق انذار، وجايبين ده في الفيديو، وطلع دلوقتي في فيديو جديد على التيك توك وقال اهو الكتاب اللي انتوا عايزين نجيبه. العجيب بقى ان هم لما جم يرجعوا كاميرات المراقبه فلقوا فعلا في اللحظه اللي اختفى فيها الكتاب ان كان في زي ظل كده ظهر في كاميرا المراقبه، ما ظهرش شخص بعينه، واختفى الكتاب في اللحظه
اللحظه دي. كرروا الموضوع ده معاه في تحدي تاني وحطوا له سلسله في ميدان عام وقالوا له صور نفسك وانت بتاخد السلسله، وطبعا راح صور نفسه واخد السلسله وما تصورش ولا ظهر في ولا كاميرا مراقبه، وبالفعل اختفت السلسله وطلع لهم بفيديو جديد على التيك توك وهو معاه السلسله. الموضوع مش مفهوم وفي لغز كبير. بعض الناس قالوا يمكن الفيديوهات دي كان من ساعه كورونا والمشاكل اللي كانت حصلت السنه اللي فاتت، لكن الكلام ده طبعا مش منطقي، لان طبعا كانت المستشفيات مليانه بالناس، وهو كان من ضمن التحديات اللي هم تحدوه ان هو يخش مستشفيات من المستشفيات العامه الكبيره، وكان التصوير بيوضح ان مفيش ولا كائن حي موجود داخل المستشفى. بعض الناس قالت ان هو ممكن تمهيدا لمسلسل معين لسه هينتج او ان هم شغالين فيه، ده اللي احنا هنبحث فيه، ولكن مازال الموضوع لحد دلوقتي لغز انا شخصيا مش قادر افسره. هنتابع مع بعض لو في اي جديد بالنسبه للموضوع او بالنسبه للمسلسل اللي هم بيقولوا هيبقى اسمه الناجي الوحيد، هنشوف الكلام ده هيبقى صح ولا غلط. تابعونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.